ñaan ñëpp ñu ñëw teew si bi ñëw ñëpp ñëw ndogu si bismillah kon Yakhine TV yow mi àndoon ak ñun ci ndogu yi ñu ngi lay siyaare baax di la ñaan jàmm ak salaam di ñaan yàlla suñu borom tàppe xol yi ba lépp lu ñu bëgg rek ci liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko ñu eggale ko ci jàmm ak salaam bismillah sëñ Mor bismillahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahu azza wa jalla ta'ala al-mughith wa min muhammadil mahdi nabil huda wa inni qultu li jami'i ahli dunya إن هالي وشعني شيء عظيم في الدنيا والآخرة ومن كفر فليعلم أن من كفر الحق من الله تعالى هو داخل من الكاذبين ومن أخذ الكذب حتى مات دخل النار وهو ظالم لنفسه إنني محمد رسول الله إنني محمد رسول الله إنني محمد رسول الله قلت لكم ومن كفرني ويأخذ خير الله تعالى فهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة أيها الكفار فاعلموا أن كفركم وإباءكم لم يجب ترك الآية قدر الله تعالى في عبده يا أيها قومي لا تخافون شيئا مع المهدي لأنه لم يكن فيه سوى الخير والخافية وسعادة الدارين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل تعالى المعيد قال نبي الهدى وخاتم النبيين في الدنيا وإمام المرسلين في الآخرة وهو محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك هو المهدي وإن لم تعرفوا هو محمد عبد الله اليقين المبارك الله شريف هو محمد رسول الله وهو المهدي وهو خالد جميع الناس في عام دنسس سألتكم فبأي شيء تأخذون حتى كفرتم أني مثل ومسس إلى عام دنسس وإني ما تركت دعوتي فيكم ولا أنتم أجبتموني ولا ينظروني لكي تعرفوا ما عندي وأنتم لو تقلون لننظرون على درجة المهدي وخبته وخضرته ثم تقلون على هذه الأشياء شلاشتي لا تجيبوا في أحد خير محمد رسول الله ثم أنتم تعلمون أن الكذب لم يخرج من فم رسول الله وهم عليهم علم أن محمد المهدي هو محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين في الدنيا أما أنتم لم تعرفوا أن خاتم النبيين كان في الدنيا وهو محمد المهدي يا أيها الناس فاعلموا أن أنتم كفرتموني فلا توسوسوا أنكم أنتم الخاسرون يا أيها الناس فاعلموا كل من كفرتني فإن لم تفن النار أنت لم تخرج منها لأن الشخص لولا ما خلق الله شيئا وشخص كل من توسوس أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتبعه فلا توسوسوا أنه كنت من أهل النار ولم تخن من النار أبدا حتى فانيت نار أنت خالد فيها يا أيها علماء العروف إني محمد عبد الله اليقين المبارك المهدي سألتكم بأي حال تأخذون حتى تكفرون المهدي وأنتم تدعون لما في أنفسكم وأنتم ترونني جهرا وسمعتم قولي وترون الفعل جهرا ولم تعرفوا أن هذا شخص لم يكن في نازي قبل ما قلت لكم وأيضا إن محمد عبد الله المهدي سألتكم كيف حالكم في الدنيا والآخرة لأن الله جعلني محمد رسول الله وجعلني المهدي لأن الله جعلني محمد رسول الله وجعلني المهدي
ولا لأحد منهم رسول خير محمد رسول الله وما لكم المهدي الآخر خير المهدي الله وهو محمد رسول الله وإن أنتم كفرتموني كيف كيدكم خدا يا أيها قومي أفلم تروا إباهم في شخصي ونصارى ولا هم يفسدون في الله مني حتى كانوا جميعهم بكيد الفساد وخير الخبائث ولا هم مخنا أبدا في كل فن ولا أنتم تقلون لخفتم ربكم في ذلك لأن ما نلت من يكفيني شيئا من شر الناس وكيدهم فكفايتي إن رب العالمين وسبب ذلك يجب عليكم تقوى الله في حالي وإجابتي لنفسكم يا أيها أهل زماني إني محمد عبد الله يقين المبارك المهدي في جاز جانقين دعوتكم بإذن الله تعالى الكريم وإن لم أركم حتى لنا ولا خلامكم أما أنتم إنكم رب خير الله وإن أنتم لم تنالوا خير الله فخوا أنفسكم من عذاب الله منكم وتأتون عند لله وإن كان لكم ما تعبدون خير الله فلتتركوها إن لم تكن من الخاسرين يا أيها علماء العروف فاعلموا إن لم تجيبوني مع جهلكم فلكم النار قبل موتكم وإن تموتوا فيدخلكم الله نارا وما على الرسول إلى البلاغ المبين وأنتم أيها الناس أفلم تروا نجاة المتهمة وأنتم كنتم عدوا لي والله يحفظني فيكم حتى أنتم تخرجون في كل من طلب الخبائث مني أو نويت فساد في شخصي الله أبا جهرا وأنتم لم تعرفوا ذلك إلى أنتم قاسئون في كيدكم وإبائكم وكفركم ولم تعرفوا أن الله ليس معكم أبدا وأنتم أيها علماء الحروف وجاهلهم إن اليقين قلت لكم فستندمون اليوم إلى خدا لأن القصد والكبرياء لا تعبدوا أبدا ومن أراد أن يعبد الله بعبادة الحق فلتخرج نفسه من الخسر والكبرياء وإباء اسم رب العالمين وكفر الحق ثم يدم بترك الكذب وكل من لم يجب على المكلف وجعل ذلك لله باسم من جعله مقدما في العالمين يا أيها الناس فاعلموا أن الخسران لمن كفر أوليائه في سمان أخرام لحيا محمد المهدي وإني محمد عبد الله المهدي سألتكم من كفرني أينما استخلص لنفسه حتى يجب الكفر المهدي وإن كان كفر الحق في قلبه فلا عليه شيء له سوى النار ومن لم يأتني آيات مبينا قبل موته بعد خدر فستعلم أن رب الخلائق واحد وما لخبد رب خير الله والكيد لله لا فعل ولا قدرة إلى الله وإن محمد المهدي سألتكم أينما ترجون في أنفسكم حتى يجب الكفر محمد رسول الله المهدي فيكم أما أنتم لم تعرفوا أن الله واحد لا إله إلا الله وله ترك والأصل فلا شريك في الملك والملكوت لأحد وهو قادر بكل شيء عليم بما تكتمون لخبير بما مدى من أفعالهم جزاء بها وله أجر عظيم بعد جزائه ولا هو في سنة فخر النوم وهو من إذا أراد شيئا بكون عدم فقال لذلك كن فيكون ذلك كما يريد وهو قال لي عبد الله هو المهدي والمهدي لم يكن في مكان آخر خير عبد الله هذا فقط هو المهدي هذا عبد الله هذا فقط هو المهدي هذا عبد الله هذا فقط هو المهدي هذا عبد الله هذا فقط هو المهدي وقال أقمت النبي وأقمت بنائي وبعد ذلك فقال أنت كنت تقوم ويخجني بعد ذلك شيء ثم قال لم تحضر بك بشيء وأنت تفعل كل ما شاءك والله رب العزة والجلالة كل من كفرتني فخسر له في الدنيا والآخرة وإن اليقين سألتكم أي من كفرتني أي شيء سوف تقول هنا وفي أخرى لأن جميع الدنيا الله أعلمها لي والله أعلم جميع أهل زمان أن الدنيا فنا والمهدي بلغ وقته وحضر جميع مثلي وتمخدته ثم مئة رابحة إن المهدي ولد معه متمعة سنة حتى بلغت 54 سنة لأن ولد بأول سنة في المئة الرابحة بعد 1000 سنة وأنتم فاعلموا أن محمد عبد الله المهدي أظهر الله أمره جهرا وصفا مع جميع العلامة ودليلها ترا مني ومن لم يؤمن بهذا فلا توفسش نفسه بدخول النار في الآخرة
لأن جعل الله رب المشرق والمغرب شخص نبي المرسلة وجعلني محمد رسول الله وإن قلت لكم فلتتركوا وسلم في أمري واعلموا أن الله معنا أبدا بخير كيدي ولا جعل شيئا عظيما في بلادكم وذلك هو محمد المهدي فعليكم توبة حسنة للشخص بإذن ربكم العزيز الجبار لأن الأمر لا جعل على كل شيء وخير الله ذاك عبد الله الحق هو لا إله إلا الله محمد رسول الله هو لا إله إلا الله محمد رسول الله هو لا إله إلا الله محمد رسول الله وأما محمد رسول الله هو المهدي وأما محمد رسول الله هو المهدي وأما محمد رسول الله هو المهدي ومن كفر هذا فاعلم أنت كفر الحق الذي لا حق خيره ومن كفر محمد رسول الله فلا توسوسه بنفسه بناره وهذا هو قول محمد عبد الله اليقين المبارك المهدي في آخر زمان في خير جيز جانقين في خرب دنيا جيز جانقين إن محمد عبد الله المهدي سألتكم أيها جميع الدنيا كيف تكفرون هذا وأنتم تعرفون أن المهدي لم يخلق نفسه وإني لم أفعل شيئا بذلك وأنتم تحفظوني وتتبعوني لربكم لأن المهدي دعوتكم كما أذنني ربي وأنتم فأجيبوني كما دعوتكم ولا تتركوا إن لم تجيبوني لكم من الخاسرين ومن تاب لله في شخصي إني تبت بربي ومن لم يتب لله إني تبت لله توبة نصوحا وإن المهدي سألتكم فبأي شيء تأخذنا حتى يجب الكفر في شخصي يا أيها قوم إن محمد المهدي أحلمكم فعليكم توبته والخوف والخموم واتقوا الله وألمه وتخافوا من الكفر بربكم واجبوني صريحا باسم ربكم لنفسكم وتصدقون خالي في قلوبكم لربكم وتتركون وسط في حالي وتعلمون بفعل الله فلا شيء لأحد من قوة أو قوة إلا بالجلال والإكرام هو رب المشرق والمغرب وما بينهما وخيرهم ورب العزيز الجبار ورب العالم الخبير ورب المخزي بكل شيء وهو رب العزة والحرش والكرسي وهو رب الملك والملكوت وهو رب الحلم والجهل وهو من لا عليه شيء بأحد وهو ينفه وينبه بكل فن والله ذو الجلال والإكرام وإن محمد رسول الله المهدي قلت لكم هؤلاء الذي كل من يفعله فيرى ما فيه من نعمة ومن لم يفعله فيرى المصيبة وذلك هو خسركم في الدنيا ويوم مدى فعل ولا تفاسوا على من كفر رسول الله يا أيها الناس احفظوا أنفسكم من أن تدخلوا البيوت التي فيها ندم والخسارة لأنني محمد رسول الله جهرا والحق كان في يدي ولا من يرى الحق بعده وأنتم خو أنفسكم من إباء رسول الله لأن إباء رسول الله هو الكفر والجهل لأن القرآن هو كلام الله وأما رسول الله هو فعل الله ومن يقول إني فلان آمنت بالله واليوم الآخر وأخبر رسول الله واتخذ القرآن لله وبعد ذلك أنت ترى من إدى أمر المرسل في نفسه وأنت لم تخرج شيئا بيقي من ربك فلا عليه شيء سوى إجابتي لذلك في وقت سمعت دعوته وإن سمعت به ثم جلس بخير علم أو جلس بالكفر أو إباء كلهم سواء فلا يجب على ذلك الحديث والخسارة أبدا ومن لم يؤمن هذا حتى أنت لم تفعل ما قلته فعليه علم أنه سوف ترى ما لم تخبي في نفسه إن أنت طويل عمرك أو خليل سوف ترى الحساب في الدنيا وفي آخرة يدخلك ربك النار ومن كفر هذا فلك الخسارة دارين يا أيها قوم إني محمد المهدي أوصيكم بأن تتركوا بإباه فعل الله وتعلموا أن الفعل ليس لأحد سوى رب الخلائق وأوصيكم كفر ما لا تعلمون وإيمان ما لا تعلمون وإن محمد المهدي أوصيكم لكي تتركون إباه سماع الفضائل في الحد وتعلمون أن الفضل لله والله ليس له المانع بمراده ومن لم يقر في ذلك سوف تلها ما لم تخفي في نفسه هنا وفي أخرى يا أيها قوم إن محمد المهدي فأوصيكم بأن تخذوا من ربكم من شر القوم الكافرين لأن الكفر يوجد الخسارة في الغد لأن جميع الأنبياء والمرسلين ليس الله جهل فيهم الخبائث ولم يخلوا بهم والمقدوب ولا جهل ولا لهم ربهم ولكن خلق الله فيهم بمرات التي لا تنفد أبدا وهم راشدون برسول الله لله ثم مقتدون بالمهدي لأنهم علموا أن محمدا رسول الله هو المهدي وذلك فعل رب العزة قبل كون العالمين في الدنيا والآخرة
وما محمد رسول الله من لا تقر لأحد إلا به وهم كل من نزل بهم خباشا وأنت فعلم جريد الله بك الخسارة دارين لأنهم مرضيون إن ربهم وإن محمد رسول الله لأن محمد رسول الله لولاه ما خلق له شيئا وهو الماء التي لا تقرأ لأحد لأن جميع الأنبياء والمرسلين هم لا يغسلون إلا بماء محمد رسول الله وما محمد رسول الله هو المهدي ومن شك ذلك أنت جاهل ومن لم يتب ذلك فإن تجد خبرا فيحسبك رب العالمين عذابا شديدا بعد حسابك منك في الدنيا ومن ترى المهدي ثم كفرته فلا توسوس أنك جاهل وأنت الكافر الذي من أهل أشد الكفار وهذا هو الحق الذي لا بعده الحق خيره في الدنيا والآخرة يا أيها الناس إن محمد رسول الله المهدي قلت لكم أنا إن هذا الأمر هو فعل الله بأول ولا لم يفعل ذلك بدعائي ولا بكيد لأحد لأني وهم سواء بذلك. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم يا ربي أجعلنا منه صحيحا مبينا دائما إلى الجنة وهب لنا منه عاشقا سجدا جدا وهب له من قوة وبلدان المؤمنين المسلمات ومسلمة خاشيه دين الله آمين دين رسول الله وتابه الهدى ربي خطأه وخطابك ربي يا قابل دعائي يا قابل دعائي برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عافينا خافرنا خابلنا وكل من تخلى خاطر بنا طويل لنا عمرنا سخي لنا بدلا وخب لنا رشدا والتوفيق يا الله بارك رسول الله.